وازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ والنهارده هنجيب الحاجات المجانيه دي ازاي في اللعبه دي. معلش يا جماعه اتاخرت عليكم في الحاجات المجانيه لان الفتره اللي فاتت انا مشغوله جدا والله، امتحانات وكده. ربنا مع الكل ان شاء الله. النهارده في حاجتين هناخدهم من اللعبه دي زي ما انتم شايفين كده. في ماسك على شكل اللي هو ده اللي انتم شايفينه ده، اللي هو على شكل ده اهو، مش عارفه شكل ايه ده، شكل كلب البحر ده ولا اسمه ايه. وفي كمان شنطه على شكل فاندا. الاتنين شكلهم جميل جدا، بس الطلبات يعني هتاخد وقت شويه يا جماعه، بس هي سهله. يعني طلبات مش صعبه بس سهله، يعني انت هتاخد وقت بس يعني سهل. كل مطلوب منك ان انت تجمع هنا 30,000 كوين عشان تقدر تشتري الماسك ده. وهنا عشان تجمع الشنطه دي لازم تجمع 15,000 كوين. انا هوريكم ازاي ناخد الحاجات دي عن طريق الحيوانات البيتس اللي انت بتبقى بتشتريها من هنا. اول ما تدخل بيديك شنطه، الشنطه دي بتاخد منها بتشتري بيها حيوان. ممكن بعد كده ان انت تزود ان انت تشتري حيوان، لان كل ما تشتري حيوانات اكتر كل ما الفرصه. ده هنا مبلغ كبير، انا مش معايا المبلغ 2K. انت اول ما بتدخل بيديك حيوان، وبعد كده بتبقى انت بتجمع عشان تجيب حيوانات اكتر. طبعا ده اقل حاجه، ده اقل حاجه. ممكن اجيب واحد تاني. ادي الشوب يا جماعه، المفروض ان انا بشتري منه حيوان. انسيبك من الموضوع ده، انت المفروض تشتري حيوان. تمام، زي ما انتم شايفين كده الكيتي بتعمل ايه، ان انت بتقعد تمرجح الحيوان بتاعك. يعني بتحطه هنا اهو، تاخدها كده وتدخلها كده بلاي اهي، بتصلها بلاي. كل لعبه بتديك مبلغ، يعني دي بتدي 10 كوين. يعني هي مبالغ بسيطه طبعا، بس انت لو معاك اكتر من حيوان هيبقى احسن. يعني هيبقى ليك احسن ان انت تبقى مبالغ. ابصوا، انا كسبت كوينات اهو. دي الكوين بتاعي ده، تعال هنا. زي ما انتم شايفين كده كسبت 10 كوين. اوكي. من اللعبه بتاعت دي اهي، بتلعب تاني اهي. ممكن اسيبها تفضل تلعب بقى مع نفسها كده وتديني في كوينات. تفضل تلعب كده وانا اقعد كده اعمل ايه في كي، وهي تفضل تديني بقى في الايه، في الكوينات زي ما انتم شايفين كده اهو. كل ما يبقى معاك حيوان اكتر كل ما يبقى الفرصه ان انت تكسب اكتر، يعني تدخل ايه اكتر من حيوان. بس هنا في لعبه بتقعد تقول لك بقى اذا كان الحيوان ده اكتر، يعني حيوان يعني انت ممكن تحط فيه حيوان واحد او اتنين حيوان. يعني ممكن تحط هنا حيوان وتحط من هناك حيوان، وبعدين ترجع تكمل تجمع الفلوس والكوينات وكده يعني. شايف الكوينات بتقع، الكوينات بتقع. المها ازاي يخرب بيت كده جدعان. المهم يا جماعه هتلاقوا لينك اللعبه في الوصف، وبالتوفيق للجميع. وان شاء الله تكسبوا المبلغ كبير جدا طبعا ان انت تجمعوا بالطريقه دي. زي ما انا قلت لكم ان انتوا لازم على الاقل تجيبوا اكتر من حيوان، فانتوا هتجمعوا وتشتروا حيوانات عشان خاطر تبقى التجميع بالنسبه لكم اكتر واحسن. يعني انت بتقدر تشيل اكتر من 3 حيوانات على ما اعتقد. فيلا بالتوفيق للجميع، ويلا لكم سلام.